كانوا بيرموا لنا فيلم كده قلتها لا انا ما فتحتش فرصه لحد. الشباب واخد فرصتهم الحمد لله ومتالقين جدا. عصام متالق جدا، داش متالق، طه متالق، نور النبي متالق، كله الشباب كله متالق وكله بيكمل بعض. نجاح اي فيلم او مشروع شبابي بيشجع المنتجين ان هم يعملوا لنا افلام ثانيه، فكلنا سواسيه يعني. ماشي هكلمكم عن تجربه يعمل فيلم عن الحب للشباب، وفترة الشباب دي الحب بيبقى مشتعل قوي، فعملنا الفيلم. هو فيلم عن فترات زمنية مختلفة، فانت بتبتدي مع اتنين بيحبوا بعض واللي هم في المدرسة، وبعدين بيتقابلوا بالصدفة لما بيكبروا، وبعدين ازاي بقى الحوار بيقعد يستمر ويستمر. الفيلم أثر عليك انت ازاي بقى؟ فكرة ان هو دارك شوية في حياتك انت بقى؟ لا ما قلتش انه كان لا أثر عليك بشكل او باخر؟ أثر في أي دور الواحد بيعمله بيأثر عليه وبيحس وبيفتكر يعني. يا رب اي حد يتفرج على الفيلم هيحس ان هو ايه ده، انا شبه القصه دي في الوقت ده، عشان انت بنمر بمراحل كتير قوي في العمر، وبالذات في فترات العشرينات والثلاثينات. قلت اكتر حاجه مفرحاك في 6 ايام ان هي العمل كله شبابي وبينافس اعمال شبابيه كتيره، وان وجود افلام شبابيه او اعمال شبابيه طبعا الحمد لله دي اكتر حاجه مخلياك مبسوط اولا خايف من المنافسه دي وشايفها ازاي؟ طبعا الواحد بيبقى خايف ان هو الواحد طبعا بيبقى خايف عشان بيبقى بيحاول يثبت نفسه، بس انا لسه زي ما انا قايل، نجاح اي مشروع شبابي بيفتح لنا فرصه عشان المنتجين بيتحمسوا علينا اكتر فبيدونا فرصه احنا اكتر. فيا رب يا رب نبقى كلنا على قد المسؤوليه. مالك شايف متخيل انت بتنافس في نفس السيزون مع كريم محمود عبد العزيز ومحمد سعد؟ انا بحب كريم محمود عبد العزيز جدا جدا، بس محمد سعد ده نجم النجوم يعني هو في تنوع والجمهور يبقى ليه تنوع، انا ما باخدهاش كده. يعني عامل حساب ايرادات الشباك ولا مش في حسابات؟ لا طبعا الواحد بيعمل افلام عشان يجيب ايرادات، ربنا ان شاء الله ربنا يقف معانا. هو كلمة أكتر عن المسلسل ده، بدأت تصويره ولا لسه؟ مسلسل وادي الشمس احنا في التصوير، لسه انا وطه بنصور البوستر بتاع المسلسل. خلصتوا وجيتوا على هنا؟ خلصنا وجينا سوا، وهو مسلسل شبابي شعبي وفي كذا عنصر يعني، ومعانا الاستاذ كبير معانا. كنا بناكل حجوجه وخلصنا اكل وقلنا نعمل فيديو في راس السنه. اتفضل انهي السينما طبعا. الاستاذ احمد فهمي يا جماعه هو المنتج بتاع العمل، مشكور ان هو بيدي فرصه للشباب، ده حاجه عزيزه قوي علينا، وهو احنا اللي رحنا له بالفكره، والاستاذ امين بينا وحبينا نعمل الفيلم الجامعه، وحبينا احنا شباب لما كبرنا شويه، فهي قصه عن اثنين بيحبوا بعض في المدرسه اتفرقوا وبيتقابلوا تاني بعديها بسنين، وبعدين بيتقابلوا تاني بيحصل المشاعر، وبعدين بتكملي معاهم القصص على فترات زمنيه مختلفه. فهو مليان يعني، هو حب يعني. في الطقوس الواحد بيشتغل، الواحد بيحضر، الواحد بيعمل كاركتر، الواحد بيركز في شغله يعني. انت في معترف ان انا عندي مشاكل كتيره وشخصيتي بوقت للتاني بتبقى معقده. هل احمد مالك بعد السنين دي كلها تخلص من كم المشاكل اللي هو قال انا معترف بيها؟ اكيد افتكرت الانترفيو ده. الرئيس ما عندوش مشاكل، كلنا عندنا مشاكل، احنا بني ادمين. طب 6 ايام بني ادم ما عندوش مشاكل، لو حد قال كده يبقى مش حقيقي. شخصيتك اتغيرت صح؟ الواحد بيكبر، الواحد بيتعامل مع المشاكل، الواحد بيفهم نفسه اكتر وبيحاول يبقى احسن على طول. قدم شاب مصري الطبقه المتوسطه من المنيل، كان نفسه يعني اهله كانوا نفسهم يخلوه دكتور وبيخش طب، وبعدين الحياه بتاخده وتجيبه، قصه شاب عادي يعني. بيبقى خايف، والواحد برضه بيبقى عنده امل وعنده يقين ان هو عمل فيلم حلو. دي اهم حاجه. الايرادات في الاخر دي بتاعت ربنا وبتاعت تفاعل الجمهور، فيا رب يعجب الناس. نجاحك كنجم شاب فرضت نفسك على الساحه، شايفها توصفها في ايه؟ وسط نجوم شباب كتيره في حريفه فيلم 6 ايام النهارده. بقول ان اي عمل شبابي بيكمل التاني. لو النهارده الحريفه نجح بيحمس المنتجين ان هو يعمل فيلم زي رامبو، لو رامبو نجح يحمس الناس انها تعمل 6 ايام، فاحنا كلنا بنكمل بعض.